بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج روشته. النهارده احنا هنتكلم عن حاجه موجوده في جسم كل انسان، بس الانسان ما يعرفش اهميتها، او لو واحد يعرف اهميتها معظم الناس ما تعرفش اهميتها، لكن هي مذكوره في القران الكريم ومهمه جدا، وهو اكبر عضو في جسم الانسان. اكبر عضو في جسم الانسان، لو فكرنا وقعدنا ندور ايه هو اكبر عضو في جسمنا هنلاقيه ان هو الجلد ومشاكله كتير. بس احنا النهارده هنتناول مشكله من مشكلات الجلد، وهي الحروق، واللي هيكلمنا فيها النهارده الاستاذ الدكتور امجد عبد الرحمن، استاذ جراحه التجميل بكليه الطب جامعه طنطا. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. منورنا والله النهارده على الهواء. اهلا وسهلا. النهارده يا دكتور هنتكلم عن الجلد وعن الحروق، فهطلب من سيادتك اول حاجه نعرف الجلد للمشاهدين. هو زي ما حضرتك قلت الجلد هو اكبر عضو في جسم الانسان، وفايدته ان هو بيحمي بقيه الاعضاء. يعني الجلد بيحمي الجسم من الغزو الخارجي، غزو الميكروبات والفيروسات، زائد ان هو بيحمي الجسم من فقد السوائل بتاعته، زائد ان هو بيحمي الجسم، بيحمي درجه حراره الجسم. فنتخيل ان سلامه الجلد هي الوقايه الاساسيه لبقيه اعضاء الجسم. فلو الجلد ده حصل فيه جزء دمر او اتفتح، لازم يحصل مشكله داخل الجسم، ولذلك لازم بننبه الناس كلها ان هي تحافظ على سلامه وصحه الجلد. يعني دي اهميه الجلد. دي اهميه الجلد، ان هو بيحمي حياه الانسان، لانه بيحمي كل شيء جوه الجسم. فالاعتناء بالجلد حاجه لازم كل الناس تهتم بيها، لان ممكن من الجلد بس يحصل مشاكل كتير داخل الجسم. فالجلد الناس ما تعرفش طبقاته. يعني لو احنا بصينا على الجلد احنا بنشوف من بره الجزء السطحي فقط، لكن الجلد ده ليه طبقات مختلفة، وليه سمك بيختلف حسب مكانه في جسم الإنسان. يعني في أماكن نلاقي الجلد تخين جدا زي ظهر الإنسان، وفي أماكن نلاقي الجلد رقيق جدا زي في الجفون. ففي كل مكان في الجسم بيبقى ليه سمك في الجلد. تحت الجلد في طبقات أخرى اللي هي طبقات الدهن السطحية، وبعدها أغشية، وبعدين طبقات الدهن العميقة. طبقة الدهن السطحية اللي تحت الجلد مهمة جدا لسلامة وتغذية الجلد. يعني عشان الجلد بتاعنا يتنيه نضر وصحي، لازم يبقى فيه حفاظ على صحة وسلامة طبقة الدهن السطحية الملامسة للجلد. ولذلك بننبه على الدكاترة الصغيرين جراحين التجميل ان هم ما يشفطوش غير الدهن العميق. لما يجوا يشفطوا دهن، يشفطوا الدهن العميق فقط، لكن ما يشفطوش الدهن السطحي، لان ده ضروري لسلامة وصحة وجمال الجلد الإنسان. ده في عمليه التخسيس مثلا، هو شفط الدهون. شفط الدهون. فاحنا لازم الناس يبقى عندها دراية عامة بصحة الجلد وكيفية المحافظة عليه. يعني سيادتك بتناشد الناس ان هم يعرفوا اهميه الجلد ايه. طب في حاجه هنا يا دكتور، الجلد في الوش ده طبعا حاجه تجميليه، ازاي هعتني بجلد وشي؟ هل بالكريمات والحاجات اللي هي بتطلع الجديده اللي هي تحمي من اشعه الشمس وحروق الشمس وكده دي كويسه كلها، ولا في حاجات معينه كويسه؟ في حاجة بسيطة جدا اللي هو شرب الماء كتير، الهيدريشن، اللي هو نخلي الجسم مليان ميه. وده ما بيتخنش على فكره، لان في ناس كتير بتقول شرب الماء كتير بتعمل كرش وكلام ده، كلام مش حقيقي. شرب الماء كتير هو اول خط دفاع عن الجلد، لانه بيخليه رطب يستحمل العوامل الضاره الخارجيه. تاني حاجه تجنب الحاجات اللي بتاذي الجلد. اول حاجه واكتر حاجه بتاذي الجلد وبتسبب مشاكل كتير هي اشعه الشمس القويه. واحنا طبعا في بلاد حاره اساسا وفيها اشعه شمس قويه جدا، ومصر بتصنف عالميا من اكثر بقاع العالم تعرضا لاشعه الشمس. فلازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خصوصا في فترات نص النهار. فالشمس اشعه الالترا فايولوت بالذات بتعمل مشاكل كتير في الجلد، وممكن تؤدي لحدوث سرطانات. ونسبة سرطانات الجلد عندنا نسبة عالية، والناس ما بتاخدش بالها منها. يعني احنا بنفاجئ ان في ناس في الارياف مثلا عندهم سرطان في الجلد، وبيقعدوا يغيروا على السرطان على انه التهاب، على انه اي شيء، وبيجي لنا والسرطان منتشر. طب هو يعرف ازاي يا دكتور ان ده سرطان او التهاب جلدي؟ هو ما يعرفش، لكن الطبيب اللي في الوحدة المفروض يعرف. ولذلك بيجي من هنا
أهمية تدريب الأطباء على المشاكل دي، لأن الفلاح بنلاحظ إن هو بيغير عند طبيب في الوحدة، والطبيب ما شخصوش إن هو ورم، وقعد يغير عليه على إنه جرح أو التهاب لسنين طويلة، لغاية ما يلاقيش علاج بعد سنين طويلة يحوله لمستشفى الجامعة. فنيجي احنا في مستشفى الجامعة نفاجأ إن في سرطان كبير ومنتشر وبقاله سنين، والفلاح بيقول إن في دكتور كان بيغير له لمدة سنين. ففي قصور في التعليم والتنبيه على مشاكل اورام الجلد في مصر، لان احنا بنتعرض لاشعه فوق بنفسجيه اكتر من اي دوله تانية. طب يا دكتور، عايزين نتنقل هنا بقى. احنا كده اتكلمنا عن اهميه الجلد والوظائف وتكوين الجلد، الطبقات اللي هي بتاعه الجلد اللي بيتكون منها الجلد. عايزين نتكلم عن اصابات الجلد. ده نوهت عن حاجه بسيطه اللي هي السرطانات، عايزين بقى نتكلم عن اصابات الجلد اللي هو موضوع الحلقه بالحروق. يا ريت بقى سيادتك تكلمني بقى بطريقه متوسعه، براحتك بقى، الوقت كله معاك. هو موضوع الحرق دي مشكله اجتماعيه، يعني هي مش مشكله طبيه بس، ده هي مشكله اجتماعيه. الحروق بتحصل لكل الناس، يعني هي مش خاصه بفئه معينه من المجتمع، مش خاصه بالفقراء بس، لا ده هي بتيجي للغني والفقير، مش خاصه بالاطفال بس، ده هي بتيجي للكبير والصغير، للرجل والمراه. فهي لما بتحصل بتبقى مشكله اجتماعيه. زائد ان الانسان اللي بيصاب بالحرق بيتعطل عن حياته وبيتعطل وراء اسرته. احنا بنشوف في قسم الحروق شخص بيعول اسره اصيب بالحرق، فقد وظيفته وفقد صحته واهله اتشردوا. فدي مشكله اجتماعيه كبيره، ناس كتير بتتعرض لها، والمجتمع لسه مش واخد باله من مشكله هؤلاء الناس، ومش عارف يساعدهم ازاي. اول طريقه لمساعده الناس ان احنا نمنع الحرق من اساس. الحرق ده بيحصل في كل حته، يعني ممكن يحصل في البيت، ممكن يحصل في المصنع، ممكن يحصل في المعمل، وفي انواع كتير من الحروق. اول نوع واشهر نوع هو الحرق بدرجه الحراره العاليه، ودرجه الحراره العاليه ممكن تيجي من النار او من البخار. يعني الحرق الاشهر اللي في دماغ كل الناس ان يحصل حريقه، الناس تتحرق بالنار، بالظبط. بس في حرق تاني بالبخار بيجي كتير. تقلب الاكل وتعري مره واحده والبخار يصدم الوش، او في المصانع. وفي حاجه مشهوره تانية، فتح رادياتير العربيه. العربيه سخنت منك، تنزل تشوف ايه هي بتسخن ليه، وتعمل نفسك فني ميكانيكي وانت مش فاهم حاجه طبعا، وتفتح تلاقي البخار طلع في وشك، عمل حرق في الوش وفي الايدين. حرق البخار اسوأ من حرق الميه المغليه، لان درجه حراره البخار بتطلع اكتر من 100 درجه، يعني الميه بتغلي عند 100 درجه. فلما يجي عليك ميه مغليه درجه الحراره اللي بتيجي عليك 100 درجه، لكن البخار بيطلع اكتر من 100 درجه. فحرق البخار ممكن يبقى اشد واسوأ من حرق الميه المغليه. فيبقى اول نوع من الحروق اللي هو الحرق بدرجه الحراره العاليه، ممكن يبقى بالميه المغليه، ممكن يبقى بالبخار، ممكن يبقى بالتعرض المباشر للنار. النار ممكن تحصل في اي حته بقى، يعني ممكن تحصل في المطبخ، ممكن تحصل في المصنع، ممكن تحصل في المكتب، ممكن تحصل في المعمل. ومن هنا لازم ننبه ان يبقى في وسائل الاطفاء او وسائل تدريب الناس على وسائل مقاومة النار، او عند حدوث النار يعملوا ايه. ودي طبعا مش عندنا، لكن هي موجودة بره، ان في برامج خاصة لتوعية الناس لما يحصل مشكلة في المطبخ نعمل ايه. هو هنا اللي موجود اللافتات بس، لكن الموضوع نفسه مش موجود بصراحة. يعني تدريب الناس على الحريق مفيش، لكن في بس اللافتات اللي تلاقيها مخرج للطوارئ، مخرج للحريق فقط. هو ده كويس، بس لازم نكمل المنظومة. صح. ان احنا ندرب الناس على ازاي تقاوم الحريق، وازاي لما يحصل حريق تتصرف، ويحصل فيه تدريب عملي للناس في الاماكن اماكن التجمع، حتى لربات المنازل، حتى يبقى فيه طفايات زي الطفايه الصغيره اللي في العربيه تبقى في المطبخ، يبقى فيه طفايه حريق. تاني حاجه التنبيه على ان يبقى في الاماكن اللي فيها تجمعات كبيره من العمال، مثلا في المصانع، يبقى في وحدات اسعاف اوليه جوه المصنع، وتبقى مجهزه بطفايات الحريق والاسعافات اللازمه للمحروق. ده اول نوع من الحروق، اللي هو الحروق بدرجات الحراره العاليه اللي جايه من النار او البخار
او الميه. لكن في نوع من الحرق التاني اسمه الحرق الاشعاعي، ده بيبقى في المعامل بس اللي فيها مواد مشعه. الماده المشعه ممكن تحرق الجلد، والدليل على ذلك ان احنا لما بنعمل اشعه عاديه لو التركيز بتاع الاشعه زاد شويه ممكن الجلد يتاثر. احنا بناخد جرعه بسيطه واحنا بنعمل اشعه من الماده المشعه، لكن لو حصل كذا اشعه ورا بعض ممكن الجلد يتحرق او صحته تبوظ. ففي حرق اسمه الحرق الاشعاعي، ده مبيبقاش كتير ومش شائع بين الناس لانه بيبقى في اماكن معينه اللي فيها مواد مشعه. لما نيجي نشوف تاثير الحرق على الجلد ايه، احنا قلنا ان الجلد ده فيه طبقات. في حاجه اسمها الطبقه السطحيه للجلد، ديت عباره عن حاجه اسمها الابيديرمس، ودي عباره عن مجموعه طبقات من الخلايا السطحيه. يليها بعدها طبقه اسمها الديرمس، وديت بتبقى اتخن شويه واقوى وفيها تغذيه بالدم كويسه. وبعد كده السبكتينس فات، وبعد كده اللي هو الدهن السطحي، وبعد كده الاغشيه، وبعد كده الدهن العميق. لما بنشوف درجات الحروق المختلفه، في ناس تقول لك ده اتحرق بحرق من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه او الدرجه، يعني ايه الكلام ده؟ ما يعرفوش يفرقوا صح بين الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، او يعمل ايه هنا في الاولى او الثانيه او الثالثه. ممكن يعمل نصيبه بقى يدلق عليه زيت او معجون سنان. ما هو دي بقى الحاجات الغريبه اللي يعني احنا بنقول للناس كتير بنوعي الناس كتير، الا ان مفيش فايده. يعني زي ما يكون في جينات الناس معجون السنان. فلازم اول ما الحرق بيحصل، الحرق ده سخن الجلد. يبقى اول حاجه محاوله التبريد قبل ما درجه الحراره اللي وصلت للجلد توصل للاعماق، يبقى نحاول نبرد. التبريد بيبقى على طول بالميه الجاريه. يعني لو حد لا قدر الله حصل له في المطبخ حرق، سواء سيرمال اللي هو النار مباشره او البخار او ميه مغليه، يعمل ايه بسرعه؟ اول حاجه يحط ايده او وشه تحت الحنفيه. مش لازم تبقى ميه متلجه، يعني المهم ميه بتجري. يعني المهم ان هي تكون ميه بس، مش لازم درجه حراره فيها معينه. اصل في ناس احنا بنشوفها بتجيب تلج وتحطه على المكان المحروق. التلج نفسه ممكن يحرق. احنا عندنا حاجه اسمها كرايو سيرجري. ازاي؟ انت لو جبت حاجه متلجه وحطيتها على النسيج هتموته، لان بتنقص درجه حرارته لدرجه ان هو يموت. زي بالظبط ترفع درجه حرارته لدرجه ان هو يموت، صح. ممكن تنقص درجه حرارته لدرجه ان هو يموت. من هنا جه اجهزه الكرايو سيرجري اللي هي ايه؟ الاستئصال بالتبريد. يبقى عندنا لو ورم سرطاني في الجلد، في جهاز نحطه عليه يبرد الورم لدرجه ان هو يموت ويتشال، ينفصل من الجلد. طب ناخد مدام منى ونرجع تاني يا دكتور من غير ما تتكلم. السلام عليكم. الو. ايه مدام منى؟ ايوه اتفضلي يا بابا قولي. الدكتور امجد معاكي. لو سمحت حضرتك، انا عايزه اسال. انا عندي اختي هتتجوز بعد ثاني يوم العيد. عندها حساسيه في الجلد لما بتعمل سويت. عندها حساسيه في الجلد من المكياج؟ بيطلع لها حبوب كتيره جدا وبتقعد فتره كبيره قوي. تعمل ايه؟ طب الدكتور امجد معاك، اتفضل يا دكتور. ماشي. هو طبعا موضوع المكياج، حساسيه لمواد المكياج دي حاجه شائعه، خصوصا لا هو حضرتك مش مكياج. طب وطي التلفزيون شويه واسمعينا ممكن من التليفون. لما ماشي. هو حضرتك لما حضرتك بتعمل اسويت بيطلع لها حبوب جامده قوي. لما بتعمل ايه؟ فدي مشكله جامده يعني. لما بتبدا تستخدم حاجات منظفات للبشره وكده. اللي هي ازاله الشعر الزائد وكده، فيبدا يطلع لها حبوب. طيب حساسيه الجلد للماده اللي انت بتستخدميها لازاله البشره هي اللي هو الشعر الزائد في البشره وكده. ممكن تستخدمي وسيله تانية غير المواد اللي بتستخدميها. يعني ازاله الشعر ممكن تبقى بالليزر، بتبقى جلسات ليزر 5 جلسات بين كل جلسه وجلسه شهر، بيشيل لك الشعر الزياده من غير ما يحصل حساسيه. فغيري الوسيله اللي بتعمل لك حساسيه. يعني في وسائل مختلفه لازاله الشعر، فحضرتك غيري الوسيله بس هتلاقي النتيجه افضل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا دكتور نرجع لموضوعنا تاني. كنا بنتكلم عن انواع الحروق.
الدرجات أيوة. بتاعته. فاحنا دلوقتي لما بنشوف درجات الحرق، احنا قلنا ان ما نحطش تلج، بنحط ميه بتجري، لان التلج ممكن يموت النسيج اللي فاضل عايش بعد الحرق. فاحنا بنحط ميه جاريه فبنبرد المنطقه، وبعد كده بننشفها ونحط حواليها فوطه نظيفه او مكويه نلفها على المنطقه المحروقه، ونتوجه لاقرب طبيب. الطبيب بيشوف الحرق ويحدد درجه الحرق. يعني ايه درجه الحرق؟ يعني عمقه قد ايه. الجلد كله في مناطق بيبقى 2 مللي، وفي مناطق تانية بيبقى اكتر من كده، لكن هو مش سميك قوي. لو الحرق في الطبقه الاولى والثانيه بس، ممكن يبقى حرق من الدرجه الاولى والثانيه، وده حرق احنا بنسميه حميد. يعني لو اتعالج كويس ما يسيبش اي تشوهات، لان احنا في درجه العمق ديت لسه الطبقه القاعديه للجلد ما ماتتش، لسه حيه، لكن الطبقات السطحيه للجلد هي بس اللي اتحرقت وماتت. فبالعلاج السليم نحافظ على الطبقه اللي لسه حيه وننميها بحيث يطلع جلد جديد سليم. الجلد ممكن يطلع احسن من الجلد اللي كان موجود قبل كده، لان ما فيهوش تشوهات الشمس والاضرار البيئيه اللي كانت موجوده قبل كده. احنا ممكن نعرض بعض الصور لحالات سوبرفيشال بيرن، ونشوف ازاي شكل العيان في الاول، وبعدين بنعالجه ازاي، وبعدين شكله في الاخر يبقى ازاي. طب نعرض صور علاج الحرق السطحي؟ ممكن. طب في الكنترول بقى نستأذنكم ان انتوا تعرضوا لنا صور الحروق السطحيه للجلد. طب الحروق السطحيه يا دكتور بتختلف في الدرجه بتاعتها او في علاجها عن الحروق العميقه؟ بالطبع، لان الحروق السطحيه بيبقى لسه فيه جزء حي من الجلد، ممكن الحفاظ عليه ومساعدته بمواد تخليه يتكاثر بسرعه ويبني بقيه الطبقات. لكن في الحروق العميقه بتبقى الطبقه القاعديه للجلد اتدمرت، اللي هي الطبقه الام اللي هي بتبني جلد جديد. طب معانا اول صوره. ده نموذج لحرق في الوش. لما نشوف كده هنلاقي طبعا الناس اللي عامه الناس مش هياخدوا بالهم ان الطبقه القاعديه للجلد سليم. ده حرق من الدرجه الاولى والثانيه، لكن الاهل طبعا في الحالات دي بيبقوا منزعجين جدا من الشكل ده، لان في اجزاء من الجلد معظمها اسودت. الحرق ده بعد حوالي اسبوعين. لكن هنا اهميه تغطيه والحفاظ على الطبقه القاعديه للجلد. احنا بنحط مواد بتنبه الطبقه القاعديه ان هي تبني جلد جديد، ولازم من الحفاظ عليها بتغطيتها. يعني لو سيبنا الحرق مكشوف الطبقه القاعديه دي ممكن تموت. يعني اهم حاجه ان الطبقه لازم تتغطى. لازم تتغطى، لان بيحصل جفاف فيها بسرعه، فاحنا لازم نخلي المنطقه رطبه وفيها مواد محفزه للنمو، ونغطيها بشاش معقم. هنا نشوف العيان ده بعد شويه نلاقيه احسن، ومعظم الجلد بتاعه اتبنى تاني، واخد بال حضرتك. وبعد كده هيبدي الطبقه الاخرانيه ويبقى طبيعي خالص من غير ما يسيب اي اثر للحرق. مجرد ان بس يمشي ويتعامل مع الشمس تاني هيبدا ياخد الجلد اللون الطبيعي بتاعه. مش عاوزين نتعرض للشمس. لا مش قوي، يعني الدرجه العاديه طبيعه الشغل بتاعته يعني. احنا ممكن نعرض حالات تانية برضو فيها حرق من الدرجه الثانيه ونشوف ايه التطور. ده مثلا اهو في مناطق كل الجلد بتاعه اتشال السطح بتاعه، بس في مناطق لسه سليمه في الطبقه القاعديه للجلد. لما نشوف الصوره اللي بعد كده هنلاقي ان جلده اتحسن، لان اتبنى جلد جديد يطلع. ولما نشوف الصوره الاخرانيه هنلاقي ان هو اتحسن تماما، واخد بال حضرتك. فده نموذج. في نموذج كمان ممكن نشوفه الحرق من الدرجه الاولى والثانيه، وازاي ان احنا بنعتني بيه، وفي الاخر بيبقى جلد طبيعي خالص وما فيهوش اي تشوهات. طب طرق العنايه بالجلد في المنزل مثلا، او قبل ما يتوجه المصاب للحرق او للمكان المستشفى اللي هتنقذه، كمثلا لو المستشفى مكانها بعيد او اتحرق في مكان يعني صعب ان هو توصل له مركز اسعاف بسرعه ولا حاجه، يعمل ايه غير الميه الجاريه؟
هو انا بخاف كتير من موضوع ان الجزء اللي لسه حي من الجلد يتلوث. فمعظم الناس ما تعرفش يعني ايه تعقيم، فاحنا بنكتفي ان احنا بنغسل بالميه الجاريه، وبعد كده بنحط اي كريم في الصورة كريم. هنا اتعرضت. ده حرق يبان ان هو عميق، لكن اي جراح تجميل هيعرف ان هو مش عميق قوي. لكن طبعا الاهل بيبقوا مخضوضين ان هم شكل تشوه، لكن بعد شويه هتلاقيه بالعنايه بالطبقه القاعديه للجلد والمحفزات اللي بتبني جلد جديد، يطلع الجلد سليم وشكله طبيعي وما فيهوش اي اثر للحرق القديم. يعني اهم حاجه اللي هو العلاج الصح او الحفاظ على القاعده. اللحظات الاولى للحرق مهمه جدا في مستقبل المريض، ان يطلع فيه تشوه او ما يطلعش فيه تشوه. فالاهل لو هم بعيد عن المستشفى، بعد ما يبردوا المنطقه بيحطوا اي حاجه مطهره، كريمات الحروق. في كريمات كتير بتتباع في الصيدليه تبقى في كل بيت، ديت بتبقى مضادات للبكتيريا بحيث تمنع حدوث التهاب في المنطقه، يموت بقيه الخلايا الحيه اللي لسه انا عاوزها اعتمد عليها تبني جلد جديد. وما يحطش اي حاجه ملوثه، يعني البيض والكريمات اللي بيحطوها اللي هو المعجون اسنان والهدوم اللي بيحطوا اي شاشه ملوثه مفتوحه، لا، احنا عاوزين حاجه مغسوله ومكويه تتحط حوالين المنطقه المحروقه بعد ما يحط كريم الحرق والتبريد ويتوجه للمستشفى. في كده يبقى حافظنا ضد حدوث اي التهابات، ميكروبات تهاجم الجلد اللي هو ضعيف. الجلد في الحاله دي بيبقى ضعيف وسهل الميكروبات تقضي عليه، ولذلك الحفاظ على النظافه، عدم وضع اي مواد غريبه على الحرق، وحط فوطه مكويه حوالين الحرق ويتوجه بيه لاقرب مستشفى الاطباء هيعتنوا بيه. طيب يا دكتور، هنا في مشكله تاني. لو جالك مريض مصاب بحرق واتقلب عليه زيت مغلي، يعني هي كده هو ما حطش الزيت، اتقلب عليه زيت مغلي، نعمل ايه؟ او يعمل ايه مهما يحط ميه طبعا مش هيطلع الزيت. على الاقل الميه مش فايدتها انها تطلع الزيت، فايدة الميه ان هي فايدتها التبريد. الزيت بيحتفظ بدرجه حراره كامنه عاليه غير الميه، فالزيت بيحتفظ بدرجه حراره كامنه عاليه لفتره، ولذلك فايده الميه الجاريه ان هي بتبرد وهتزق جزء من الزيت، لكن هيفضل جزء. لكن ما نحاولش، يعني اهل البيت ما يغلطوش ويحاولوا يشيلوا الزيت كله، لان هم بيشيلوا الزيت كله هيشيلوا طبقات الجلد اللي لسه حيه اللي احنا محتاجينها علشان نربي جلد جديد. وظيفتهم في البيت يدلقوا ميه بس، مش اكتر ولا اقل، ما يشيلش جلد ولا حاجه. ما يشيلش حاجه لان هو لو شال حاجه، اول حاجه ممكن يشيل انسجه حيه، تاني حاجه ممكن يضيف ميكروبات بطريقه الشيل بتاعته. فاحنا عاوزين الناس كلها ما تعملش دكاتره، هو ميه جاريه وماده مطهره ويلف فوطه مكويه حوالين المنطقه المحروقه ويتوجه للطبيب. الطبيب بقى عليه التصرف، لان درجات الحروق لو هي عاليه المريض ده بيبقى اسمه مريض عنايه مركزه. مريض عنايه مركزه ليه؟ لان في جزء كبير من جلده اتفتح وبقى جسمه واجهزه جسمه الداخليه معرضه للغزو الخارجي. لو في منطقه جلد مفتوحه حرق مثلا اكتر من 20% من جسم الانسان ده لازم يخش غرفه العنايه المركزه، ما يروحش يقعد في عنبر عادي. ده محتاج الحفاظ على سوائل جسمه اللي هي مكشوفه للهواء، لانه بيفقد جزء كبير من سوائل جسمه. الانسجه بتاعته اللي تحت الجلد معرضه لغزو البكتيريا والميكروبات، فلازم يتحافظ على الموضوع ده بالمضادات الحيويه والمطهرات الموضعيه. الدوره الدمويه بتاعته لازم تبقى مظبوطه. وظائف الكلى والكبد اللي بتتضرر بشده من المواد السامه الناتجه عن الحرق لازم لها عنايه خاصه عشان الكليه ما يحصلهاش شت داون تبوظ. لو يحصل فشل كلوي نتيجه الحرق، دي حاجه سهله. فلازم المريض يخش الاكثر من 20% يخش عنايه مركزه، وخصوصا الاطفال الصغيرين. الاطفال الصغيرين بيفقدوا درجه حراره جسمهم بسرعه، وجودهم فتره طويله بره العنايه المركزه وهم عندهم حرق كبير يعرضهم للخطر.
طب يا دكتور انا معايا دلوقتي يعني 5 دقايق عايز في دقيقه تقول لي نصائح اللي مثلا في اسعافات اوليه في البيت اللي الاهالي يعملوها في علاج الحرق العادي وحرق المواد الكاويه بالذات اللي هو مثلا الكلور او البوتاس او الناس من اللي هم في الارياف اللي بيطهروا بميه النار واتقلب على حد ميه نار يعمل ايه؟ انا عايز حضرتك تديهم الاسعافات الاوليه اللي يعملوها. ما هو طبعا زي ما بنقول في كل شيء، غسل المنطقة المحروقة غسل جيد. حتى لو حرق بمواد كاويه زي ميه النار؟ ما هو مية نار لازم تخففها. ما هو انت اي حاجة لازم تخففها، عشان لو انت سبتها على الجسم هتنها تشتغل في العمق، فلازم تشيلها. تمام. فلازم تغسل اي منطقة. لو حصل بقى حرق عميق نعمل ايه؟ هيحصل التصاقات في الجلد وتشوهات كبيرة، واحنا ممكن نعرض الناس اللي عندها حرق عميق ونشوف ايه المشاكل اللي حصلت لها وبنعالجها ازاي. لو انت شفت في بعض الصور اللي معانا هنا في الديب بيرن ان في ناس بيحصل لها التصاقات نتيجة ان الجلد اتشال من المنطقة بتاعته، فالاعضاء اللي هي مكشوفة لزقت على بعضها، فيحصل ان صوابع تلزق على بعضها فالانسان ما يقدرش يشتغل بايده، او الرجل تلزق على بعضها فما يقدرش يمشي. حركات الفخذ وكده او تبدا الرجل. فالحالات دي بنضطر بندخلها غرفة العمليات ونعمل فرد للمفاصل الملتصقة، ونعمل عمليات زرع أنسجة أو ترقيع جلدي. والتكنولوجيا الجديدة دلوقتي يعني حتى لو عدى فترة طويلة يا دكتور على الحرق ده، لو حرق قديم قوي مثلا بقاله سنين ينفع يخش لو عمليات من عرفت جديد؟ الصور دلوقتي بتاعت الديب بيرن هتشوف حالات بقالها سنين، ويعني مثلا الطفل ده كان عنده التصاق تحت باطه، ولما عملنا له عمليه عرف يرفع دراعه لفوق. زي الصوره اللي فوق الالتصاق باين قوي، والصوره اللي تحت بدا يرفع ايديه لفوق. لو شفنا الصوره اللي بعدها هنشوف حاله التصاق في المفصل وما كانش عارف يمشي. لما فردناها وعملنا زرع انسجه وترقيع جلدي هنلاقي ان الانسان بيمشي عادي. دي صوره مثلا كانت رجله ملتصقه في بعضها نتيجه الحرق القديم وما كانش عارف يمشي، لكن هنا واقف على رجله تحت اهو، فدي نتيجه كويسه جدا. مفصل الركبه ملزوق في بعضه خالص بالفخذ وبالقصبه، فتحت واقف فارد رجليه، واقف وقفه كامله. يعني مفيش يأس عميق. وفي صوره ثالثه برضو لو شفناها الاصبع اليد، هتلاقي الصوابع ملزوقه في بعضها ومش عارف يتحرك او يشتغل. لما هنا الصابع كان امتنى لكن تحت الصابع اتفرد. التكنولوجيا الجديده بقى في المستقبل بتسمح لنا بحاجه اسمها زرع الانسجه، وفي حاجه تانية اسمها الجين ثيرابي. احنا ممكن نتيجه فقد الانسجه دي ناخد خلايا من جسم الانسان ونزرعها في المعمل ونكبرها ونعمل جلد جديد في المعمل، وناخد الجلد الجديد اللي احنا زرعناه وكبرناه ونحطه في المنطقه المكشوفه. دي تكنولوجيا حديثه لسه في الشغل في المعمل، هي تقدمت في امريكا بس لسه عندنا ما تقدمتش، لسه شغاله في المعمل. في حاجه تانية اسمها الجين ثيرابي اللي هي العلاج بالجينات، ان احنا نجيب الستيم سيل ونوجهها ان هي تبني جلد. الستيم سيل هي الخلايا الجذعيه، تبني جلد جديد في المنطقه المصابه، وبالتدريج تغطي المنطقه الجلد الجديد من جلد الانسان الطبيعي. انا في نهايه البرنامج يا دكتور عايز اتقدم لك بالشكر، يعني كلام بسم الله ما شاء الله بيزرع امل لكل واحد مريض او محروق في البيت، ان ليه قدامه امل كبير وفرصه طويله قوي ان هو يرجع زي ما كان. بس المهم في الاول في علاج الحرق، لو الحرق لسه موجود قدامنا علاجه بالميه الجاريه زي الدكتور ما قال، ولا تلج ولا زيت ولا معجون اسنان. تاني حاجه لو واحد محروق من سنين واتلحق غلط او كده، قدامه الامل ان هو ربنا يكرمه ان شاء الله ويديها دعوتين حلوين للدكتور، نديله بسمه امل ان هو يضحك دلوقتي ويبقى مبسوط. وفي نهايه البرنامج بتقدم لسيادتك بالشكر نيابه عن اسره البرنامج ومني انا شخصيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معنا. شكرا جزيلا.
يا زهرة في المدى توضأت بالندى شرفت بك الدنيا في ظل دين الهدى أطيعي أمر الله كي لا تضيعي سدى كي لا تضيعي سدى